السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ رجعنا لكم بمقطع جديد. مقطع هذا اليوم مثل ما قرأت بعنوان المقطع عودة أقوى جلسة تهكير بسيط جدا، كل ثانية تهكر سيارة. بس قبل ما نبدأ تقصوا معي بضغطكم زر اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. فبس طبعا شباب هذه الفترة أنا قاطع بسبب والله عندي انشغالات، وكمان حاول إني جالس أطور في القناة، وحاليا جالس أشتغل إني أسوي صورة مصغرة غير هذه الصورة اللي موجودة أمامكم. فبس هذه الفترة أنا مقصر معكم، فأتمنى أنكم تسامحوني، وإن شاء الله راح أرجع لكم بمقاطع أسطورية. فبس والله ما أحب إني أطول في الكلام، أبدأ بالمقطع على طول يا حبيبي. شباب بسم الله، بداية شباب بيك توجه لسكار ميت أنت وخويك، وأنت تجيب السلاح بدك تنقل منها التهكير، وخويك يجيب أي سيارة. بعدين بيك تفتح تثبات، تروح على الخيار الأول، بعدين تروح تبدأ سباق الإسبرنت. اول يا شباب ما يجيك عداد المؤقت، حاليا بيك تروح تطلع على الجوال وتتصل على الميكانيكي وتكون عارف وين طارح السيارة اللي حابب انك تنقل اليها التهكير، تكون تجهز بهذا الشكل. حاليا اول ما يبدا السباق بشكل طبيعي انتظر الى ما يبدا السباق بشكل طبيعي. اول ما يبدا السباق حاليا بيك تضغط اكس، بعدين تروح تختار السيارة اللي حابب انك تهكرها. طيب شباب يضغط اكس بعدين يختار السيارة، وحاليا يبيك تضغط مثلث، تكون اول ما الشريط راح ينتهي دبل اكسات، فك المثلث ودبل اكسات. يعني شباب يضغط مثلث وراح يكون اول ما ينتهي الشريط يا شباب حاليا دبل اكسات. اذا رسمت بهذه الطريقة عيدوا الخطوات الى ما يموت اللاعب. مثل ما انتم شايفين حاليا هذه اخر خطوة، حاولت علقت على المثلث اول ما ينتهي الشريط دبلت اكسات. هاي مثل ما انتم شايفين دبلت او مات اللاعب. حاليا بالشاشه السوداء هذه ابيك تروح تجول على نفس البوت اللي ظاهر امامكم في الشاشه. اول ما تيجي رساله التقوين ابيك الرساله الاولى تضغط عليها اكس، والرساله الثانيه تضغط عليها دايره. الان بشكل سريع افتح ستارت اونلاين، روح خلي كريمنال، وبعدين اضغط عليه اكس بعدين اضغط دايره. طيب شباب حاليا راح ترسبن بالسياره بهذا الشكل. حاليا ابيك تفتح الستارت، وبعدين مثل ما انتم شايفين هكرنا السياره بكل بساطه وبكل سهوله. يعني يا شباب الجيتش بسيط جدا، ما يحتاج اي صعوبة وسهولة. حاليا باقي لك اخر خطوة عشان تحفظ هاي السيارة، اضغط ستارت. بعد ما تضغط ستارت يا شباب حاليا ابيك توجه لنفس هذه المهمة. طيب شباب بعدين اضغط عندها مربع واكس، اول ما تدخل المهمة او اول ما ترسبن داخل المهمة اضغط دائرة وبعدين اضغط اكس، يطلع من المهمة بشكل طبيعي. طلعنا من المهمة وحصلنا السيارة أمامنا. حاليا بيك تركب السيارة توجه للوس سانتوس كاستوم، وبعد ما توجه بيك تعدل أي شيء في السيارة وبس. خلاص كملنا التهكير، وإذا حابب إنك تعيد التهكير عيد الخطوات من البداية. فبس والله شباب من يكون يقدروا وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى المقطع يعجبكم، لا تقصروا معي بضغطكم زر اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. كان معكم أخوكم ياسر، انتظرونا في فيديو جديد. في أمان الله أو مع السلامة.